날 스치는 그대의 옅은 그 목소리 내 이름을 한 번만 더 불러주세요 알아버린 너의 멈춘 살찌는 그대 향해 هاي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ويلكم باك تو ماي شانل. فيديو النهارده قررت ان انا اخدكم معايا جوله في المكتب بتاعي، نشوف جايبه المكتب منين وعامل ايه ولا لا، وبعض الديكورات زي فيديو كده الهام لو انتوا عايزين تجددوا في المكتب بتاعكم عشان تفتحوا نفسكم على الشغل مثلا او على المذاكره عليه. يلا بينا نبدا الفيديو. هاي، اول حاجه ده شكل المكتب بتاعي. المكتب ده انا كنت جايباه من ايكيا، حبيت ان انا اختاره باللون الابيض لان انا بحب دايما الحاجه تبقى لونها ابيض عشان بيديني طاقه ايجابيه. تاني حاجه هو في بعض التفاصيل اللي عجبتني فيه جدا. اول حاجه ان هو بدرج عشان انا كنت محتاجه درج جدا، عشان بحط فيه شويه حاجات انا محتاجاها يوميا زي مثلا اقلام، دفاتر، شويه حاجات انا ببقى محتاجاها، فمش عايزه كل شويه اروح اجيبها من مكان وارجع هنا تاني. تاني حاجة هو من هنا في بعض التفاصيل، في الرجل ليه مفتوحة والرجل ليه تانية مقفولة، فحبيت برضو الشكل ده. ومن تحت هنا في مكان انك تحط المشترك عشان ما يكونش مرمي على الارض او كده، ودي حاجة عجبتني فيها جدا. وبعد كده في هنا زي فتحة كده عشان تدخلي فيها الفيش والحاجات، مثلا لو انتي حاطة لاب هنا على المكتب. بعد كده انا حاطه على المكتب هنا الاباجوره دي، برضو كنت جايباها من ايكيا، تحفه جدا جدا. وضروري جدا يكون عندك على المكتب بتاعك اباجوره عشان مثلا لو حبيتي تذاكري بالليل او تقراي حاجه بالليل فضروري جدا تكون موجوده. بعد كده الساعه دي انا كنت جايباها من شي ان، فعلا تحفه جدا جدا، خصوصا لو انت شخص دايما بيحب ان هو يراقب الوقت ويبقى منظم وقته وكده. بعد كده حاطه فيها الورد ده. الورد ده انا كنت جايباه برضو من ايكيا، كنت جايبه البينك لوحدها والبيضه لوحدها وحطيتها في الحاجه دي، برضو كنت جايباها من ايكيا وشفت الشكل ده وهم عاملينه هناك فعجبتني جدا فقلت اقلدها. ده بالنسبه للمكتب، وان لونه ابيض ده احسن حاجه فيه، وفعلا يا جماعه ما بيتوسخش ولا اي حاجه، وحتى لو اتوسخ بمجرد قماشه مثلا مبلوله بينضف على طول في ساعتها. تاني حاجة لو انت عندك مكتب خلاص يعني اتس اوكي، لكن لو ما عندكيش وحابة تجيبي واحد جديد فانت لازم تحطي في دماغك كذا حاجة. اول حاجة ان انت محتاجة ان انت تعرفي المساحة اللي انت عايزاها من المكتب قد ايه، عايزاه كبير، عايزاه متوسط، عايزاه صغير. طبعا ده على حسب برضو المساحة اللي هتحطيه فيها في الغرفة بتاعتك مثلا او في اي مكان تاني. تالت حاجة لازم تراعي المكان اللي انت هتحطي فيه المكتب. يعني مثلا لو انت هتحطيه في غرفة النوم بتاعتك ولونها ابيض يستحسن طبعا انك تجيبي اللون بتاع المكتب ابيض. لو مثلا لونه خشبي يستحسن طبعا انك تجيبي المكتب خشبي عشان يكون متناسق كده مع المكان اللي انت هتحطيه فيه، ما تحسيش ان هو شاذ كده عن الغرفه. رابع حاجه انا شايفه ان احسن مكان ممكن نجيب منه مكاتب هو ايكيا. ايكيا فعلا المكاتب بتاعته او ماي جاد تحفه جدا. انا جايبه ده من ايكيا وجميل جدا ولونه ابيض وما بيتوسخش. وجوزي جايب مكتب تاني خالص لونه اسود وتحفه جدا، وجايب مكتب تالت خالص لونه خشبي وتحفه جدا جدا. ففعلا اي حجم باي شكل باي ستايل باي لون بتاعهم فعلا بيكون جميل جدا. بعد كده انا حاطه في الدرج شويه حاجات انا بحتاجها يوميا، زي مثلا النوت بتاعتي اللي انا بكتب فيها الامتنان بتاعي كل يوم، وقلم ماركر لو انا عايزه اعلم على حاجه معينه، والكوستر بتاعي والمحفظه والايربودز والسبحه بتاعتي، وكمان البلانر بتاعتي اللي انا عاملاها بايدي، والمقلمه بتاعتي اللي حاطه فيها كل اقلامي وكل حاجتي اللي بستخدمها كل يوم، والتودو ليست، وشويه كوسترات، والستاند بتاع الموبايل، والساعه بتاعتي. بس كده، هو صغير فعلا بس والله بجد فعلا يشيل حاجات كتير جدا. هو شايل ده كله وانا كمان مخليهم مرحرحين كده، لكن لو لميت كل حاجات على بعضها فعلا مش هتجيب ربع الدرج، فهو عملي جدا وبرفكت جدا. عشان كده مهم قوي ان يكون عندك درج في المكتب بتاعك عشان تحط حاجتك فيه، ما تحطهاش على المكتب من فوق عشان ما تحسش بالزحمه وتزهق منه. تاني حاجه هتكلم عليها هي الحيطه بتاعه المكتب. الحيطه دي انا كنت الاول سايباها فاضيه، ولكن بعد كده قررت ان انا اغير شويه من الشكل وجبت البورد دي من ايكيا. فعلا يا جماعه تحفه جدا وخامتها جميله جدا وغيرت شكل المكتب 180 درجه. تاني حاجة جبت معاها الستاند ده بيتحط عليها، حطيت عليها اللي هي الزرعة دي، برضو كنت جايباها من ايكيا، تحفة جدا. انا بحب دايما اضيف الزرع في اي حاجة انا بجيبها عشان بيديني بهجة وطاقة ايجابية. وبعد كده حطيت جنبه الدبدوب ده كنت جايباه برضو من ايكيا، وحطيت جنبها الكالندر الكيوت قوي دي كنت جايباها من شي ان. في
في الاول البورد دي كانت فاضيه خالص، ولكن قررت ان انا احط عليها الصور دي كنت جايباها من شي ان. هي عباره عن كوريان بير، فعلا شكلهم كيوت قوي وعسل قوي، وعشان انا بحبهم فقررت ان انا احطهم. مهم قوي يا جماعه ان احنا نحط في المكان اللي بنذاكر عليه او بنشتغل عليه حاجه تحفزنا وتدل كمان على شخصيتنا. انا مثلا بحب الحاجات دي، فقررت ان انا اغرق البورد بتاعي كلها بيها. مثلا بحب الزرع، قررت ان انا احط زرع. فمهم قوي عشان لو انا حتى كسلت، ده الحاجات دي تحفزني ان انا اقوم اتحرك من مكاني. لو انت مثلا شخص بتحب ان انت تحط مثلا عبارات تحفيزيه، حط عبارات تحفيزيه. اشكالهم فعلا يا جماعه سو كيوت. وجبت الميدالية الصغننة العسل دي من شي ان. وبرضو الحاجات العلاقات دي بتتجاب من ايكيا عادي، زي الستاند كده، بيتعلق عليها حاجات، فانا قررت ان انا اعلق عليها الميدالية العسل دي. ممكن فكرة تانية بدل البورد دي ان انت تحط كالندر كبيرة بالسنة كلها وتكتب عليها المواعيد بتاعتك المهمة، لو انت مثلا ممكن بتنسى حاجة او كده. بعد كده هتكلم عن وحدة الرفوف دي. انا كنت جايباها من زمان بصراحة وبستخدمها في كذا استخدام. مرة كنت بحط فيها الكتب بتاعتي، مرة كنت بعملها زي كوفي كورنر واحط فيها الكوفي ماشين والمجات بتاعتي، ودلوقتي انا قررت ان انا احطها جنب المكتب كشكل كده ديكوري. اول رف حاطه فيه من ورا هنا الكتب بتاعتي اللي انا قرأتها، وحاطه من قدامها اللي هو كتاب الديكور ده والصبار عشان انا بعشق الزرع. تاني حاجة حاطة الفازة دي كنت جايباها من ايكيا، هو والزرع اللي فيها، وبرضو الشمعة دي والفازة كنت جايباهم برضو من ايكيا. واللي ورا دي معطر كده بحط فيها معطر وبتعمل جو او ماي جاد فظيع جدا. تالت حاجة حاطة هو الفازة دي والورد والمراية دي، شكلها رائع جدا. والنبتة الشمع دي برضو كنت جايباها من ايكيا، شكلها عجبني جدا فكرت ان انا اجيبها. والنبات البوتس ده، النبات ده حقيقي فعلا يا جماعة بيدي طاقة ايجابية مش طبيعية. والرف الاخير قررت ان انا احط فيه الشمع بتاعي عشان بحب اشغل شمع قوي وانا بقرأ. وعلى شمال المكتب قررت ان انا احط الشجرة دي صناعية، ولكن يا جماعة كبيرة جدا وتحفة جدا، وفعلا نقلة المكان لشكل تاني خالص. وبس كده، هو ده مكتبي. من هنا الرفوف حطها على يمين المكتب، وبعد كده هنا الحيطة بتاعة المكتب اللي عليها الحاجات الكيوت قوي دي، وبعد كده المكتب بتاعي والشجرة. وبس كده. قولولي في الكومنتات ايه رأيكم في المكتب بتاعي والديكورات اللي انا حطيتها. ولحد هنا خلص فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ولحد ما اشوفكم الفيديو الجاي كونوا بخير والى اللقاء.